أحبة المستمعين، مساكم الله بالخير والطيب والعافية والمحبة والود والورد على عيونكم وعلى عيون كل مستمعي إذاعة الفرات اف ام 107.1 ومتابعي برنامج ضفاف شعري. أكيد أحبتنا المستمعين، حلقة جديدة مليئة بالمتعة والحب والجمال والإبداع برفقة شعرائنا المبدعين، شبابنا اللي يرفدون المشهد الشعري والواقع الشعري بقصائدهم الجميلة. أكيد لغة الشعر لغة الوجدان والأحاسيس والمشاعر. اليوم ضيفنا الشاعر المبدع مصطفى عادل. حياك الله يا مصطفى، سعيدين جدا بوجودك. الله يحيي وصلك يا حبيبي. بالبدء بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لحضرتك يا حبيبي، وللسيد المخرج والإذاعة الفرات. يا حبيبي إن شاء الله نكون خفيفين نظل عليكم في الدول عمرك يا قلبي. أكيد أحبتنا المستمعين، حلقتنا راح تنطلق ويا شاعرنا المبدع مصطفى عادل بعد ما ناخذ فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم محبتنا المستمعين وضيفنا الشاعر مصطفى عادل. حياك الله يا مصطفى مرة أخرى. ومصطفى، خلينا ندخل وياك بضمار الشعر وندخل تفاصيل المشهد الشعري والواقع والوسط الشعري العميقة. ما أدري ليش أنا من البداية داخلك بالعمق. أريد شوية لأن ما أعرف سويت لواهس من خلال حديثنا قبل لا ندخل الحلقة. الشعر بخير؟ والله حاليا اللي نشاهد مو مثل وجهة نظرك. وجهة نظر مو مثل قبل، يعني مثل ما تقول على جيل كاظم اسماعيل قاطع، سيد عريان، سيد خلف. تتمنى تكون تعيش ذاك الجيل؟ نعم. انا سمير صبيح الله يرحمه ما لحقت به، ومنيته يعني كانت امنيتي اقرا قدامه. كان اخوي عندي صغير منتدى. نعم. بينما انت جبتها على الوسط الشعري. نعم. انا بعيد عن الوسط الشعري، فكان عندي اخوي يحفظ له قصايد ويحب الشعر. نعم. فيوم من الايام المرحوم ابو علي الله يرحمه سمير صبيح، نعم، جاي منتدى يمنا بالمدينه، فكاظه وقاري لاخوي قال له بابا انت شاعر شاعر شاعر. انا من هاي اللحظه حبيت التقي بسمير صبيح، قلت بعد اسمع تبغى تكتب شعر؟ انا من زمان اكتب شعر. من يا سنه تكتب؟ والله انا للاسف يعني ذاكرتي تخوني دائما. يعني ما بيها ذاكرة. يعني انا اقول لك اخوي الشاعر ابو ابراهيم البغدادي. نعم. يعني انا قبله ب3 سنين هيك ببرا، يعني هو بدا قدامي. انا ما اعرف ابو ابراهيم البغدادي بيا سنه كاتب. ابو ابراهيم ما اقول لك بال 2006. انت ليش تستشهد بابو ابراهيم؟ انت سولف لان احنا جيل واحد مثل ما تقول. تحياتنا له. طبعا تحياتنا له، كان ضيفي من نعم حلقه من الحلقات. انا اليوم اريد اسولف عليك انت مصطفى عادل. انا اقول لك بال 15 هيك بال 16 2016 اي ذني. اي موفق ان شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي. خلينا نسمع اولى قصائدك. والله انا خير ما نبتدي به لاهل البيت. سلام الله عليك. ولا سيد الانسانيه امير المؤمنين. سلام الله عليك يا سيدي مولاي. خير ولو احنا نكتب كل الجليلات بحقه على قولاتهن. اي سولف بمالاتهن انا احبهم. اقول بحضرتك يتلحثم لسانه ودي. بحضرتك يتلحثم لسانه ودي، ومن اقول ان يا علي يطيح الصبي، اجو مهموم ووجع قلبه كثير، ورد لهله من الحزن ما بي شيء. الله. خالي ما ردا اذا يوم احتنيه، خالي ما ردا اذا يوم احتنيه، انا ما حاكي ولكن يدربي، الله قلبه يوجعني اذا ابطى عليه يطيح. الله يعزك. بحضرتك يتلحثم لسانه ودي. الله شاهد، هاي انا نوبات بنروح للزياره، لا مثلا جاي ادور بيها تعالي ولا في شيء. نطلب لحضره امير المؤمنين كل اهل البيت عليهم السلام. احير شو اطلب شو اقول؟ فبحضرتك يتلحثم لسانه ودي، ومن اقول ان يا علي يطيح الصبي، اجو مهموم ووجع قلبه كثير، ورد لهله من الحزن ما بي شيء، خالي ما ردا اذا يوم احتنيه، انا ما حاكي ولكن يدربي،
قلبي يوجعني إذا أبطأ عليه، يطيح من صدري يريد على الثري. قلبي يوجعني إذا أبطأ عليه، يطيح من صدري يريد على الثري. الوقت ما يرحم بواحد يا الحنين، كلها نلقاها شمس بس انتفي. الله. ظلمة دنيانا ويتيه أكبر دليل، وبس تنادي يا علي جيب الضوي. علي كلك عافية وكلك حنان، كلها ماتت سيد بس انت حي. انت يا ابو حسين آية من السماء، والعقول العادتك مطوية طي. حتى شتالك تعرفه وما حكيت، حتى شتالك تعرفه وما حكيت. انت دنيا من العطاء ومو شوي، يا ابو الكل اليتامى واب حنين. ندى فوق الوردة انت ومو شعي. علي الاسلام العلي قال الرسول، علي الاسلام العلي قال الرسول، وهاي عون العدة مثلك كون خي. والله حيرا بالوصف عنك عون العدة مثلك كون خي. الله. علي الاسلام العلي قال الرسول، وهاي عون العدة مثلك كون خي. والله حيرا بالوصف عنك شقول، بحضرتك يتلحتم لسانه ودي. يا سلام. علي ما اريد عقبك مال لا جاه. علي ما اريد عقبك مال لا جاه، وقلبه من محبة الكون لا جاه. لجاه حالات البشر يوم الموت. لو جاء علي حضره وعلى حامل حميد. سلامتك يا حبيبي. الله يوفقك استاذ حيدر، الله يعزك. ورجعنا لكم محبتنا المستمعين، مستمعي ضفاف شعرية عبر أثير الفرات اف ام 107.1، وضيفي المملوح والمبدع مصطفى عادل. مصطفى يعني على الصعيد الشخصي من اشوف واحد يحكي بهاي الطريقة الحسكة هاي المملوحة. انت كلك ملح ان شاء الله يا حبيبي. الله شاهد انه اتمنى ابقى اسولف وياه من للصبح. الله يعزك. ما امل ابدا. الله يحفظك. هذه اللغه الجنوبيه، اللغه اللي تحسها كلها طيبه وكلها معرفه وكلها ملوحه وصدق. انت كاتب هذه القصيده بهاي الطريقه؟ لو انت هاي لغتك هاي بيتك. لا احنا انت شوف بالبدء احنا انوع على كلامك. انت نعم. بالاصل الطيب انت. الله لان الانسان اليوم اللي يقول لك انت هذا الشيء لان هو داخله واعماقه هو طيب. هل يشير بها على هذا الكلام. فاحنا اصلنا عماره ما شاء الله. اي بس احنا من جينا هنا. هلا ومية هلا. لا هلا دموعك الله يعلم مقامك. فمن جينا ب 2003 الله شاهد لا تصنع ولا شيء نوبات، حتى نوبات احنا نشتغل عمل تعرف. نعم. احنا سواق. نعم. فيسعدنا ويا نوبات عجايز، نوبات ما ادري ايش على قولتها احنا عجايزنا. زين. قالت خاله هذا الحكي جليل ماكو بعد. قلت له والله العظيم ما اعرف غيره، هو هذا كلامي. ما اعرف اتصنع. والله العظيم انه اني كون عندي 4 اذانات واسمعك. الله يعزك الله يوفقك. فانت يعني 2003 كنت صغير لو؟ اي صغير، جينا من العماره احنا. نعم. صغير تقريبا عمري ما يقارب ال6 سنين. زين. جيتوا بس انت كون عائلتك اخوانك والدك والدتك احنا جينا عشيره كامله. فالحمد لله وشكر يوم التقيت مثل شخصك الطيب وغيره شوي هم شوي تغيرت يعني عدة كم وحيد مالك. لا والله ولا عندك انت بعدك اعمار كم اصل. جنوب القلب ومسقط راس الابداع العماره ميسان حبيبه. وهذه الحسكه الجنوبيه اللي نفتخر بها كنا بصراحه. كلكم فخر الله يوفقك.
يعني هواي مواقف استذكرهن بصراحه، بس خليني اتحارش بيك، خليني اسولف وياك. انا خادم. هواي اجيت لبغداد واجيت هنا. ما عندك مواصله وشعراء العماره؟ والله قليل، انا من النوع المقلب، لان بالتواصل ما متواصل دائما. بالتواصل اني شوي صارت البدايه، دائما البدايات متعرقله. نعم. بكل الانسان. زين. حتى اليوم الطفل من يصير هم مو قبل يمشي زين. يزحف شوي والنبي يقوم ويطيع. زين. فانا من النوع اللي صارت على قولتهن العيشه كلها علي. انا بعد كبير البيت، ما شاء الله، توفى والدي الله يرحمه ويرحمه وتاكم اجمعين، فتوليت المسؤوليه انا. فقمت التقي بابراهيم، بالشاعر باقر الكناني، بالضياء الدلفي، بشعراء هواي يعني ما تعذرنا اسمائهم من ربعي. نعم. خافوا انسى واحد هم يعذروني. نعم. فالتقاء بهم هذول كلهم من المدينه. زين. فشوي صار عندي تغيران، يعني مو مثل قبل كل شيء ماكو، من ناحيتك بحيدر احتك بغيره شوي يصير لي معلومه ان الاحتكاك اليه. اكيد. انا من النوع اللي احب اهم اسمع عندي مجموعات كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه. نعم. ابو علي، سمير صبيح، اسمع سعد محمد الحسن هم بكثره. عطا السعيدي. الله. ابو سعد محمد الحسن ذكرتني. يا عقال الشعر يا هيبة الديوان اللي براسك انحطت 100,000 شاره، يا ابو حميد كسرت الوادم بممشاك، والله خلاف وجهك وحش العماره. هاي طبيته انا بدخول العماره، كتبت لسان يتلقاني الرجل الله يرحمه برحمه الواسعه. استاهل وشعر. كل الاسماء اللي غادرت حياتنا وغادرت واقعنا تبقى شوف اجمل ما يكون بالشاعر مصطفى، يترك اثر وراء. سمير صبيح عدت اكثر من سنه، لكن انا متاكد لو 30 سنه بعد تعدي تبقى ما تعلب ملك طبعك حلو عليك، صاحب نزل من صعدة احواله. كاظم اسماعيل القاطع ما يقارب اللي كذا سنه صار له تحكي بعد ميت، وقصيده مكتوبه بالسبعينات وبالثمانينات، الليله موت الليله اخر ليله، الغيم مديده على راسه والمطر شد حيله. اليوم عريان السيد خلف الله يرحمه، قصائد مكتوبه تعذرت يا بخت ليل المسعدين، ويا مرارة ليش نبطرف اللسن، القاع سلها جنازة الميت تقوم ويندفن جنازها وما تندفن. شوف هذه القصائد الخالدة أجمل ما يكون بالشاعر من يخلد نفسه ومن تخلد قصائده. نعم. وأكيد الشاعر ما يعيش حياة طبيعية، لكن كل إنسان هو عنده رسالة واحدة، إلا الشاعر هو عنده رسالتين يؤديهن بحياته، رسالته الإنسانية ورسالته الشعرية. نعم. وأكيد أنت قدر المسؤولية اليوم، أنت مسؤول على عائلة كبيرة بعد ما توفى والدك الله يرحمه، وأكيد انتقال من مكان لمكان، ومن بيئة لبيئة اختلفت عليك هواي. لكن ما شاء الله عليك أنت اليوم واقف إنسان صادق ويا نفسك، إنسان يعني حاب الحياة وداخل بضمارها يعني بصراحة. سولف لي، التقيت بالمنتديات هنا بالمدينة؟ اخوي ابو ابراهيم البغدادي يعني هو يعني صاحب فضل، يا عليك وايد ذكرى. لا هو صاحب فضل الله شاهد. والانسان يقول ان لم تشكر المخلوق لم تشكر الخالق. في حلقه من الحلقات. نعم. فابو ابراهيم هو انسان يعني الله شاهد، لا تملقا ولا شيء، الله شاهد انسان يحب الخير للغيره. نعم. هو كذلك من شعرانا هواي عندنا من ربعنا، كذلك باقر الكناني، ضياء الدلفي، حيدر العارض، اخوي هم ما انسى المنشد. تحياتنا هذول يعني اشوفهم هو انا بالنسبه لي احكي عنهم، يعني يقول ان لم تشكر المخلوق لم تشكر الخالق. نعم. اشوفهم هواي مدوا لي ايد العون، يجوني مصطفى كاتب جديد اليوم نقعد، المهم فاشوفهم هم اللي يلا احنا خلينا نجيك ونقول لك كاتب جديد، او خلي احكيها بطريقتك، يجوني ويقولوا لي كاتب جديد. يلا انا يعني طبعا اعتز بها هاي من نحكيها. الله يعزك يا حبيبي. اتمنى بمرات والله حاول احكيها. الله يوفقك انت معدل. الله يحفظك. انا كنا وصلنا انا هي كلها لك عن نفسي رجال عمارتشي وجذور عمارتشيه. زين. اقول انتهى كل شيء وبقت بس التصاوير، سوالفهم لها السبراس تذكار، المشوا لارض الغريره ما يردون وما يدرون بينا بيأكتر نار. انتهى كل شيء وبقت بس التصاوير، سوالفهم لها السبراس تذكار، المشوا لارض النجف لا ما يردون وما يدرون بينا بكل كتر نار. بعدنا شفنا منكم شلتوا بليل، ومثل غار العناكب صارت الدار، مشيتكم مناجل مشت بالروح، مشيتكم مناجل مشت بالروح، وجفاكم قصصانه تقول من شار، أعلمتنا هواي وادم شايل اعزاز، ويدورتهم علي الحزن دار. سولفنا وجعنا بدمع العيون، على حالتنا بكت شياب وصغار،
الله. فقهنا احنا عليهن حدر التراب. الله الله. فقهنا احنا عليهن حدر التراب. على يأقبر منهم نبكي نحتار. قسمتنا نعيش بلايا ضحكات ولا احنا بدينا حتى نختار. رضينا نعيش هيك الحمد لله وما ندر بفرحنا بيأكتر صار. ندر نموت فقرة وماكو جناز. تشوف عيوننا وجفوفنا كسار مغربين هنا وين يردون. تشوف عيوننا ندر نموت فقرة. ندر نموت فقرة وماكو جناز. تشوف عيوننا وجفوفنا كسار مغربين هنا وين يردون. كانهم بضيمة عيب يدرون وشل عليهم ماي العيون. اليوم روح تريد هلها ما مش طروش توصل لها. شا غير فرقاكم كتلها كله وبردها يصل بالعظام. عد من يهنى نبات وننام ليلو الفراق يخلصوا هام. وجر على هواء يروح. الله سلامتك يا استاذ. الله 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 يعزك الله يوفقك على مقامك. ورجعنا لكم محبتنا المستمعين مستمعي الفرات اف ام 107.1 ومتابعي برنامج ضفاف شعريه وضيف المملوح جدا الله يعزك مصطفى عادل يا حبيبي. والله داخل السرور القلب بوجودك. الله يوفقك ان شاء الله دائما رجال حسين ابو عبد الله. يعني ما اعرف انه اليوم عايش دورين. عايش دور مقدم برنامج ويريد يدير الحلقه وعايش دور شخص متذوق للشعر ومتذوق الاستماع وباثنينهن انا وياك. الله يعزك منصف انت ان شاء الله. في دورك الله يعزك يا حبيبي. مصطفى صراحه اليوم من انت ذكرت لك قرانك هواي وسولفت عليهم لكن ما حافظ لهم شيء انت. اقراني والله للاسف يعني قلت لك انا من الشغل وشوي بعدنا على الوقت خلي ذاكرتي كلش. زين يعني الموبايل يلا اقرا. زين. مهرجان شعري انت تقيمه افتراض. واجيك اقول لك مصطفى اختار لي 5 اسماء تقرا بهذا المهرجان. 5 اسماء من الرواد مثلا من براحتك. والله على قولة كاظم اسماعيل القاطع ومنين نجيب اللي بالقبر نام. زين. اي لا تذكر لي اموات. اموات ما اريد احياء. والله الاحياء ان شاء الله كلهم خير وبركه. نعم. اذا نرجع الشباب سعد شميل اكيد شاعر يعني متكامل كمال لله. تحياتنا الولد ما عنده علاقه به بس اللي نشاهده قاعد. تحياتنا السعد. شاعر متكامل من حلقه من الحلقات يعني شاعر ناجح. نعم. والله بعد شو اقول لك احمد الذهبي استاذ احمد الذهبي ابو علي. ابو علي كبيرنا ابو علي انسان وشاعر كبيرنا ابو علي. اختاريته على الشاعريه لو اختاريته تميل للعماره؟ لا الله شاهد وانا المفروض اختاره قدام سعد شميل لانه لا عادي ماكو. المهم انه انت ان شاء الله كلهم حاليا هو احمد ذهبي بس ما بعد احنا بعد جريب علينا. احنا احتويناه بعد ما نطيل للعماره. انسان ابو علي وناظم الحاشي. اكيد تحياتنا ناظم. ذولي يعني هاي صار عندك 3 اسماء. عندك بعد اسمين. والله اسمين سيد رفعت الصافي. اكيد تحياتنا لابو جنه. بعد ياهو والله شقل لك حيره هي. يعني عندك اسماء هواي. انا هسه اغششك يعني على قولة اغششك يعني اسماء هواي بس انت لين ما مستعد. اي والله صدق كلش. لا انا قاعد اختار الروس كلش. زين. روس الهرم بقى اسم واحد عندنا. والله بعد هو ابو حويدر ما عليه اختلاف. مو ايهاب.
اكيد ايهاب. نعم انا شوي ذاكرتي تعبانه. الكبير ابو حيدر، اسم من الاسماء المهمه اللي اسم مهم بالوسط. هذه تحب تقرا بالمهرجانات؟ نعم. بس والله نريد انوع على شيء، خلنا اقطعك بخير. يلا. احنا اليوم الله شاهد قبل لا يموت ابو علي سمير صبيح، نعم، كنا نشتغل وانا وولد اصدقائي وابن خالة انور. نعم. فجبنا احنا دائما اذا نقعد نسولف على الشعر، نشتغل على الشعر هذول يعني اذا نجمع. زين. قلنا هسه شنو السالفه هسه ايهاب يعني مقل بالقصيده ما يصير. قلنا هسه وين يعني سمير صبيح وين ايهاب؟ هذا اللي قلنا يعني انت هي ما ادري النفس باي ارض تموت. نعم. هسه انت ما ادري شو وقت تموت يا ابو علي، هي كلها تموت. فاحنا نحتب عليه قله القصيده شوي. ندري بيه احنا يقولون هن اللي يبعد شوي يصير محبوب. زين. بس احنا ابو علي ابو حويدر شوي نحتاج منك. هاي لإيهاب رساله. ايهاب. نعم. نعم، انت من اعتزازك به. نعم الله شاهد. لكن اجمل ما يكون من رثه سمير صبيح. سمير اي نعم. بالغيض وبعد برواحنا، بقت برواحنا العفه، وعمت عين الرعيع البيك الشفه، تخاصمنا بشرف مو نشر تال الليل. اي لا وجه بوجه غيظة زلم كلفه. ايوه. يعني اليوم بصراحه بس انا تمنيت والله العظيم فاتحه سمير صبيح وانا عيني على الطريق على اللي يجون، وكل ساعه اقول ايهاب المالكي راح يجي، لان توقعت انه راح يجي للفاتحه. اكيد ما اعرف يقولون وراي اجى ما اجى ما اعرف بعد، لكن احنا تعرف يومين كانت الفاتحه واحنا متواجدين هناك. وكثير من الاسماء افتقدتها بصراحه، انه عزاء سمير صبيح، عزاء الشعر الشعبي بالعراق بصوره عامه. هواي صار لي يعني ورا موتة سمير صبيح ماكو حلقه من الحلقات انه اسولف وما يجي ذكر سمير صبيح بحلقتي. فهو هذا مو بيدنا ولا بيد الضيف، هو هذا اللي هو اللي فارض علينا سمير صبيح، ابداعه واسمه ومنجزه وتاريخه يخلينا دائما نستذكره بالخير. الله يرحم ابو علي، الله يرحم الموتى اجمعين ان شاء الله. وخليني اتواصل وياك بعدني بجو المنتديات وجو المشهد الشعري. اشوفك بعيد على السوشيال ميديا. والله قليل كلش. ما تتواصل بهم كلش. زين. وين تسمع قصيدتك من تكتبها؟ وين تسمعها؟ بدايتك اول ما تكتبها، ولا تقول ابو ابراهيم، عوف ابو ابراهيم. لا مو ابراهيم. شوف لي غيره. شوف لي غيره بعد. اكيد تحياتنا لصديقنا. تحياتنا له. والله نهبات عد هم وياي اخوي. انتم اثنين اخوان تكتبون شعر بالبيت؟ اي عند اخويا الصغير هذا يعني بعيد عليه كل حافظ له شيء؟ لا والله ما حافظ. يعني هاي من باب شنو النرجسيه؟ انت ما تحفظ لاخوك الصغير؟ لا هو انا قلت لك ذاكرتي بالبدايه، مو قلت لك يعني ما احفظ، يعني هسه انا قصايده ما حافظها. زين. هو يسمعك لو انت تسمعه؟ لا هو سمعني نبات، قال مصطفى انا هيك كتبت، يعني كلش شاعر يخبل. ما ادري شلون هيك عدى على الجامع وما شلون، يعني كلش يعني خياله مو مثل خيالي. نتمنى انه يكون ضيفنا بحلقه من الحلقات ان شاء الله. انه تاثرتوا انتم خصوصا، يعني اليوم اثنين بالبيت يكتبون شعر، اكيد مثلا انت ملحق على والدك الله يرحمه. اي نعم. مواكبه كذا. ما يال كان عندكم يكتب شعر؟ احنا يحب الشعر، يتواصل بالشعر. احنا بالبدايه على هاد النظام البعد. نعم. كانوا اهلي يقرون قصائد الامام الحسين، يسوون مجلس خفيه. زين. يعني كان مرحوم والدي الله يرحمه، مرحوم عمي. نعم. والباقين هسه اعمامهم كذلك، وعندنا ابن عمي هم منتظر هم شاعر. نعم. بس احكي لك على قبل، يعني هن كانوا مثل ما تقول هم بنص الموت والشعر موجود عندهم مثلا، مو هم شعراء. نعم. او هم رواديد. فاحنا عائلتنا احنا مثل ما تقول قريبه لهذا المجال. قريبه لهذا المجال. اي خدمه الحسين هو. وخدمه الحسين بعدكم ابا عن جد تتواصلون بعد هي هاي ما بعد على قولتها لنا رسم هذا. أه. ما حد يقولون اكو مثل حلو يقولون قطع له خشوم ولا قطع له رسوم. زين. فهذا رسم ضار علينا، واحنا شرف ان نخدم الحسين. موفقين ان شاء الله. نسال الحسين وصاحب الزمن بس يكون القبول. موفقين ان شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي. دائما. يلا مصطفى نسمع، انا ما اعرف تاخذ سوالف وانسى روحي. الله يعزه. اقول شفت روحي على راس جناس تتحوم، شفت روحي على راس جناس تتحوم، لاهل شايلتها ولاهل تقوم، اعاين بالضمير بخشب محطوط، وعلى ادنى الاسباب الوعد متلوم، اللي يطيب صواب وياهم وين القاه، اللي يروف جروح قلب وروف الهدوم، روازين السجن تعذيب الارواح، روازين السجن تعذيب الارواح، الورى القضبان مثل الطير معدوم، المهم ما ظل حلم
والحال مو حال. زين. الحرين صاد شفته ومطلق البوم وبعد ما العتب. الله. المهم ما ظل حلم والحال مو حال. الحرين صاد شفته ومطلق البوم وبعد ما العتب ويقرب انسان وما حد دام لحد كل شي ما يدوم. انا بايع بعد ما اصير شراي الساموا بي يمس بيهم ولا سوم علي ما يعبرن اللي مشيت هنغاد واذا ميت اعرف قدامك سموم. ردت جناز بي يروح لو طير كلها تبدلت مو ذيك الرسوم. زين. العرف والمو عرف وادمنا مو ذيك. انا اقرب مثال من اهل ملكوم. زين. شو جاكم يا اهل تشثرون الجروح؟ انا عايز وجع لو عايز هموم. الله. حتى بموت ما مرتاح شاليش. زين. شو مسوي بدنيته وهيك معلوم؟ شو مسوي بدنيته وهيك معلوم؟ الله. سلامتك. الله يحفظك. الله عليك. ورجعنا لكم محبتنا للمستمعين وبرنامج أظفاف شعرية وضيف الشاعر المملوح والمبدع الله يجزاك الله مصطفى عادل. مصطفى سولفنا بالشعر وسولفنا بتفاصيل هواي. اكو تفصيلة الانسان من يمر بيها ما اعرف لحد الان، انا ما اعرف اوصفها ولو صار عمري 80 سنة ما اعرف اوصف هذا الشعور. لو مو كنت شاعر، لو كنت 10 شعراء يعني مع بعض ما اقدر اوصف هذا الشعور اللي بداخلي، شعور الالم ما شعور الفقد. مصطفى انا تقريبا صار لي اكثر من سنه من فقدت والدي ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله برحمته. هالايام انه راح يعني تصير سنتين بشهر 12. اعرف حجم فقد الاب واعرف هذه الرزيه. الله يحفظ جميع الابهات، حافظوا على ابائكم. والله العظيم يجي يوم من الايام انه تتمنى ثانيه واحده انه تشوف بس وجهه، تتمنى دقيقه واحده انه بس تقعد وياه. ما اقول لكم انه احنا صح طيشنا وشبابنا ومراهقتنا وتعبناهم، كان يجي وراي للمدرسه ويلقاني طالع وهارب من المدرسه ويتعب ويركض وكذا، لكن هذا القلب الحنين والطيب انه طيشنا ومراهقتنا عوضنا بعد ما نضجنا وبعد ما كبرنا عوضناهم. وعلى الاقل احنا يعني ايش نريد نعوض؟ ما نقدر نوفي لهم، لكن على الاقل شويه من ركزنا وفهمنا الدنيا وعرفنا ايش قد هم. من قضيت البكالوريوس بيدي عرفت هو ليه كان 24 ساعه يركض وراي بالمدرسه. من قضيت الشهاده بيدي وحسيت نفسي انه اني اقبلت على الماجستير انه عرفت ليش كان يركض وراي وقدرت هذا التعب. عرفت كلهن بعدين انه عرفنا قيمتهن وعرفنا قيمه التعب اللي كانوا يتعبون علينا واللي يسوونه. ففقد الاب شيء كلش كبير ايش قد ما تتصور. انا ما اريد اسولف عن واقعي، اريد اسولف عن واقعك يا مصطفى واترك الحديث لك بهذا الموضوع. الله يعزك. هو اكو عباره كلش حلوه عجبتني للامام الحسين. قال له شو يعني الحسين؟ قال له الحسين شعور ان يوصف لا يفهم. صح. وان يفهم ما تقدر تعبر عليه. المهم صح. فالاب كذلك ان شاء الله. الله يرحم الاموات، الله يرحم الاباء كلهم. ومثل ما تفضلت انت بعد. ايش قد عمرك وتوفى والدك مصطفى؟ والله اني والدي توفى ب 2010. نعم. اي عمري انا صغير ما يقارب ال 14 سنه ل 12 سنه هيك. ايش كتبت له؟ والله انا كاتب له هواي، بس من شوي مستعز بيها. هاي يوم من الايام لقيت بالتواصل الاجتماعي طفل يعزف ناي، بس الناي كلش حزين. زين.
فعلي عبارة كاتبين: كم اشتقت إلى شخص كان يوصيني بأن أنتبه لنفسي كثيرا، زين. والآن ليتني أن أخبره أني فقدت نفسي عندما غاب. الله. فأقول له: روحي مشتاقة لأبوي الليلة، روحي مشتاقة لأبوي الليلة، بعيد درب النجف وردة مشيله، أرد أسولف له حكي بقلبه كثير، منين أجيب أنا والده وأشكيله. دخيل جيتك يا أبو قلب الحنين، بيا زمن وأحد يرد دخيله. أنت تدرى على الهجر ما بي حيل، أمنيتي كانت نحشي أنت تشيله. أنت تدرى على الهجر ما بي حيل، أمنيتي كانت نحشي أنت تشيله. أنا ردتك عود تدفن من أموت، أنا ردتك عود تدفن من أموت، تراب قبر بيدك أنت تهيله. تالي ما تالي تظل بس ذكريات، شيبت يمسك تمام الريله. ايش كثر وديت الرسايل ما تجيك، فراق أبوي وعلى ما بيحيله. عفت روحه على القبر، عفت روحه على الدرب جثة وإجيت، بطور أمه فاق درد نعيله. ونت علي الفاق دولاد، ونت علي الفاق دولاد، يا صواب قلب المايل ضمات، الفراق كلش مال رداد، كله وبردها يصل بالعظام، عدمن يهنن بات ونام. ليل الحنين يخلص وهام، كل ساعة تشبع ضيم روحي، بكثر الندى وازود جروحي، تبكي الحياطين على نوحي. ما مش دول الفاجد عزاز، شاشنه قلبه اللي يمشي جناز. بويا السلف للزين محتاز، الشوفتك محتازة روحي. أهن للحزن كنهم يبون، أهن للحزن كنهم يبون، الأبو خيمة على عياله. يبونا مشيت وما توادعنا، يبونا وحسرة كلمة البوي علي. الله. حسرة كلمة البوي علي. سلامتك. ورجعنا لكم احبتنا المستمعين، مستمعين الفرات اف ام 107.1 وبرنامج ضفاف شعريه، وضيف الشاعر المملوح والمبدع مصطفى عادل. انا اكدت بالمملوح، يعني ما اعرف، اثبتت انه انا لاول مره نلتقي، واتمنى ما تكون اخر مره. الله يعزك ان شاء الله. مرات سماتهم في وجوههم، واحنا الشاعر تقول سماتهم في وجوههم وقصائدهم، وانت باثنينهن تخبر وطيب انت معدل، انت طيب. مصطفى، خليني ادخل وياك الموضوع، انه اليوم انت كوجهة نظرك شنو مقومات القصيدة اللي ممكن تسمعها انت كمتذوق اليوم، ان تحس نفسك انت كمتذوق شعر وتريد تسمع قصيدة، شو تريد يكون بها هاي القصيدة؟ والله انا كنت هم منتظر هذا السؤال، مستعجل انا وعلي بيوم سالتني قلت لي شنو رايك بالوسط؟ نعم. احنا اليوم هي القصيدة مثل ما تفضلت رسالة. زين. ايش حالاتها على قولتنا من تكون الرسالة سامية. زين. وواعية. زين. وما تخدش المستمع. نعم. وتكون بسيطة بنفس الوقت. بسيطة، هو اقول لك ما يخرج من القلب يدخل القلب. نعم. ايش حالاتها ما تكلف روحك بيها. عافية عليك. فاحنا اليوم نريد هسه احنا اللي قاعد نشاهده بالتواصل، مع الاسف انت وين رايحين نحو الهاوية. اي. انا احكي على هذا وانت هيك وانت هيك انت شاعر، هاي لا تكون حرف عله دائما. زين. خلي الناس تنظر لك بنظره باحترام. نعم. بوقار. انت اليوم شاعر مسؤول وشاعر محاسب وشاعر خطواتك محسوبه، واللي بزمن القبائل. نعم. هسه احنا ما ملاحقين، بس نشوف التاريخ وهنا ونسمع. نعم. يقول كل قبيله تفتخر بشاعرها كانت. صح. انت ما سبينا احنا نفتخر، مثلا نفتخر بالهاي بالتيك توك.
شوف ما ادري شلونها صارت. زين. احنا اليوم نريد الشاعر يكون مثل شعراءنا القدامى، كاظم اسماعيل قاطع الله يرحم كاظم. الله يرحم. هذا الشعر رساله حلوه. انت عندك علم، انا سامع برنامج اشغلنا والله بنطلع اشغلنا نوبات برنامج كاظم اسماعيل قاطع، يعني بريطانيا ما ادري والله يمكن فرنسي. نعم. ديوان الكاظم اسماعيل قاطع ترجمت قصائده للفرنسيه وترجمت للانجليزيه. يعني هو هذا النتاج نحن نتصدر للغرب عن طريق كاظم اسماعيل قاطع. صح. مو بس هاي، الدكتور احمد وائل رحمه الله عليه، راح يوم من الايام سمعنا محاضره. نعم. العلم هم يفيد الانسان ترى. نعم. والتطلع. يقول العلم، صاحب العلم ما يموت. خلنا نحكيها، يقول خيركم من تحدث بلسان قوم. صح. فالعلم باقي. هسه مثل ما تفضلت سمير صبيح ظلت قصايده، كاظم اسماعيل، علي سيد خلف. نعم. كل شعرانا. العلم والشعر والانجاز والمعرفه كله باقي. يبقى. نعم. بس هاي اذا الامور الدنيا كلها تقاضي يا جماعه. ما الطشه احنا نسميهن. هاي سوالف الطشه يروحن. سوالف الطشه هاي. والقصائد اللي مكتوبه انا يؤسفني مرات من القاهم يكتبون على قد دقيقه، حتى على قد الستوري ينشرها. ما يكتب لك قصيده يوثقها تعيش، مثل يمه ذولا للقصر ما لاعبوني، يمه من جابوني جيت تنادسه واستغربون. قصيده كاظم خبط بالسبعينات. كاظم خبط اكيد. هذه القصائد الخالده اللي يعني بصراحه يؤسفني. يؤسفنا احنا الوسط هذا هيك. لكن اكو هاي السلبيات قاعد يضاهيها اكو ايجابيات، واكو شعراء قاعد يكتبون على قصيدتهم. احنا نحتج، تدري علي من نحتب؟ نعم. هو اللي عتبنا على وقتها كثير على اصحاب البرامج وعلى اصحاب. ليش انت مو هيك شيء؟ نعم. بما انه انت نوهت على اصحاب البرامج، قبل لا تقرا قصيده خلينا نوه على موضوع معين ومهم جدا. الاساءه اللي صارت تجاه الكبير والدنا واستاذنا حمزه الحلفي. اكيد انضم صوتنا لصوت كل محبي الشعر اللي حمزه الحلفي ركن من اركان الشعر الشعبي. ما مقبول التجاوز من عنده، لا من مهوال ولا من مقدم برنامج ولا من اي شخص انه يدعي بالشعر. حمزه الحلفي ركن وعمود فقري للشعر الشعبي. في اتمنى من كل مقدمي البرامج اللي يحاولون يدورون طشه، خلي يدورون طشه بغير مجالات. عندهم كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ذول المشاهير، خلي يجيبونهم ويطشون بيهم. اما الشعر الشعبي محترم جدا ومقدر جدا ولسان حال وواقع، ونصر قضايا هواي ووصل رسائل هواي. لذلك لا تسيئون للشعر الشعبي من خلال لأجل مصالحكم الشخصية ولأجل لايكات معينة تريدون توصلون للناس بها. ما أريد عذرا أخذت من وقتك. مصطفى خلينا نسمع منك. أحمد حسين ايش قد باقي لنا وقت؟ 5 دقائق 3 دقائق قصنا دقيقتين منا اللي جانا. أحمد يلا انطيني بهاي 3 دقائق شعر. هقول فوق الروس صرنا يوم الازماط، زين، وعاين غيرنا حدر الطوامير. اجينا من الحرب بينا النياشين، رغم ما كانوا على الحد نواطير. الله. احنا نموت موش شلون ما كان، خشب ونطيح ضروس المناشير. يا سلام. احنا نموت موش شلون ما كان، خشب ونطيح ضروس المناشير. تريد تصير فوق بيا وقت هاي، ترى الغربان فوق صقور ما تطير. العلينا تآمره ويردوننا نطيح، بعتها خيوننا ما تصعب تغير. الله. ضحينا بدمها مخاطر تعيش، وتعايرنا اجت هسه الزرازير. الله. ينذم اللي يضحى بيا وقت هاي، ينذم اللي يضحى وتالي ينعاف، ويظل يجيب حقه ما له تقدير، ويظل شيخ الحموله موش للراي. العلينا تفرعنت ما بيها كل خير. هي سائل والد تفرعنت ترى. الله. العلينا تفرعنت ما بيها كل خير. يسكتني يريد العيب حجاي، يسكتني يريد الموش حجاي. تسد حلوقها وتحكي الشواجير. الله. ضقال وما نحاكي وادم خفاف، وحكيكم مثل دخان التنانير. نموت وروسنا مرفوعه بالغيم، وما نفتر مثل فر النواعير. تعلمنا من ابو الاحرار من مات، اذا عنا الثلاثه موت لا تحير. الله. بصندوق القلب مضموم الاصوات. زين. بصندوق القلب مضموم الاصوات. اللوحه بصدره ضماها البسامير. الجنازه الموش خيره كتافها شواي. الجنازه الموش خيره كتافها شواي. نعرف قلوبهم موش التعابير. الله. نعرف قلوبهم موش التعابير. وسلامتكم، وان شاء الله نكون
خفيفين الظل عليكم ولا أطلنا عليكم. يا مصطفى نسأل الله التوفيق لكم من القلب إلى القلب. الله يعزك ويعلم خير مقامك. ممثل لأصدقائك وأقرانك، كنت شاعرا مبدعا. الله يوفقك. أنا على الصعيد الشخصي استمتعت أكثر من مرة بقصائدك، بحوارك، بروحك، بطيبتك، بإطلالتك، كلهم كنت ممتع يا مصطفى. الله يعزك، الله يعلم مقامك، وشكرا لك لأن كنت ضيفنا لهذه الحلقة. الله يحفظك يا حبيبي. أكيد الشكر كله لكم وأنتم متفضلين، الله شاهد اللي قاعد نتعبكم ونتعب السيد المخرج الله يحفظك يا حبيبي. ونسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق الدائم بجاه الحسين أبو عبد الله. شكرا لك يا مصطفى. أكيد أحبتنا المستمعين، كان ضيفنا لهذه الحلقة مصطفى عادل شاعرنا المبدع. أكيد تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حيدر البيضاني، وإخراج الحبيب والقريب دوما أحمد حسين، وفي امان الله. كنت مشتاق لك بس قلبي علمته، وانا ياما على بابك دمع رخصت. كنت مشتاق لك بس كل شي عقبك فات، شنو نفع لي روح وما يجي بوقته. اعذريني الورد لو ذبل ما ينشم، واعذريني الجرح مو هينه من يلتم. وانا كنت اختنق وكل شي اصلي، اعذريني الورد لو ذبل ما ينشم، واعذريني الجرح مو هينه من يلتم. خذتني الدنيا وتناسيت اعذريني، وخذتني الناس والمو ناس اعذريني. وانا كنت اختنق وكل شي اصلي، عشت ميت قلب لو ميت احسن لي.